انا مش بدعي المثاليه، انا بغلط كتير جدا مع بنتي، بحس انا قصرت كتير في اوقات كتير. بس يمكن دي اكتر 5 جمل لما بفتكر ان انا بقولها لها دايما كتير بحس اني كويسه، يعني مش دايما في كل حاجه وحشه. اول حاجه بحب اقولها لها دايما: انتي بالذات من حقك تساليني اي حاجه انت عايزه تساليها لي، لو اعرف الاجابه هجاوبك، لو معرفش هتعلمها وهاجي اقولها لك. الحقيقه هي بتبقى مبسوطه جدا لما باخد وقت واتعلم الحاجه وارجع اقولها لها. انا نفسي تفضل دايما تسالني انا، لانه مهما سالت ناس تانية من بره، اصحاب او حد لسه خبرته اقل، محدش هيبقى كين عليها او خايف عليها قدي. حاولي دايما تجاوبيها على كل سؤال، حتى الحاجات اللي محرجه، حتى الحاجات اللي محدش حكاها لك زمان. لو هي اللي سالت جاوبي، لو هي ما سالتش ما تفتحيش انتي حاجه لسه قبل ميعادها. تاني حاجه بقولها: لو حصل موقف بينك وبين اي حد، او خناقه مع حد من صحابك، او حاجه حصلت غلط في المدرسه، تعالي احكيلي اللي حصل من وجهة نظرك وهصدقك انتي، هصدقك انتي مهما اي حد قال لي حاجة تانية. انا عارفة انه ساعات الاطفال خيالها بيبقى واسع، ما بتقولش الحقيقة، بس انا ببقى عايزة احسسها بالامان، انه انا هقف في صفك، انا معاكي انتي في الفريق بتاعي، انا مش هبقى مع فريق تاني ضدك. قد تكون الحكاية فيها خيال، فممكن لو بصيت لها كده قوي من عينيها هي تبقى عارفة انها سرحت شوية، فتلاقيها رجعت الحاجة للطبيعي. وهي نفسها مع الوقت لما بتسمعيها قوي باستيعاب من غير ما تقطميها، بتبقى مستعدة هي من نفسها تقول: هو انا عملت كذا غلط، انا متهيألي المرة الجاية ممكن اصلحه. بس انا عايزاها دايما تحس ان انا في التيم بتاعها، مش في التيم بتاع ناس تانية، مش حطاها هي في موضع اتهام. تالت حاجة بحب اقولها لها: ان انا ساعات كمان بغلط، مش انتي بس اللي بتغلطي. ساعات باجي اقولك سوري، وساعات ما بقولش سوري. بس عارفة ايه اكتر غلطة بغلطها في حياتي عامة وبتوجعني وبتأثر فيا؟ لما اغلط في حقك انتي، او ما اقصر في حقك انتي او اختك، تبقوا نايمين بالليل ونفسي اصحيكم من النوم اقول لكم سوري. طول الليل بفكر ازاي اصلحها وفي الايام الجايه اكون احسن، وازاي ارضيكوا لما تصحوا واقعد ابوسكوا وطبطب عليكم واقول لكم معلش حقكم عليا. مهم ان الطفل يعرف ان احنا مش معصومين، لانه مفيش حد فينا معصوم. ده بيخليه هو كمان لما يغلط يفهم انه عادي، كل ابن ادم خطاء. المهم اننا نقف على رجلينا تاني يوم ونحاول نبقى احسن. ومهم ان هي تعرف ان انا لما بغلط في حقها بزعل قوي من نفسي، هي مش حاجة بسيطة عليا او هينة ان هي تبقى زعلانة. رابع حاجة لعبة كده بيني وبينها، ان انا بقول لها: خدي الامان، كأنه الامان ده لعبة. ساعات بتبقى عايزة تحكي لي حاجة وهي غلطانة فيها، حاجة بسيطة ان هي مثلا مخلصتش اللانش بوكس، بس هي خايفه ان هي لو قالت لي كده اقول لها: لا طب خلاص، انتي النهارده النتائج الوحشه ان مفيش الحلويات الفلانيه هتاكليها والكلام ده. فهي ساعات تقوم قايله لي: ماما هاتي الامان. فاديلها الامان، فتحكي اللي هي عايزاه. هي عارفه ان دي اللعبه بتاعتنا، هي لو خدت مني الامان هتحكي اللي هي عايزاه ومش هعاقبها. ده بيخليها ساعات كتير تحكي حاجات ما كانتش عايزه تقولها وكانت بتخبيها زمان، فتيجي ترمي كل البلاوي في حضني انا. في الاخر انا عايزاها لما تكبر تعرف انه مهما غلطت هي مش هتخسرني، هي استحالة تخسرني. معلش غلطتي، بدل ما تهربي وتروحي تترمي في حضن حد تاني، تعالي ترمي في حضني انا، هسندك مش هقطمك، هقف في ظهرك ونصلحها في المستقبل. ساعات لما بتاخد الامان بتبقى حاجة ايجابية، لانها بتحكي لي حاجات كتير، انسايتس ما كنتش انا شايفاها خالص في تعاملاتها او في شخصيتها او كده. وساعات تانية بتبقى بتزنقني بقى في كورنر، ان انا مش عارفة اقوم السلوك او كده. بس هو تقويم السلوك مش بس ان احنا نعاقب في لحظتها، تقويم السلوك ممكن ان احنا نتكلم عن الموضوع فالعيال تقتنع، تمنعي حاجة انتي في المستقبل تبقي عارفة انها هتودينا في ناحية مش حلوة. مش دايما الحل ان انا اقوم ماسكة العصاية اول ما اعرف الموضوع. اخر حاجة بقى، ودي يمكن بعض الناس برضو بتفهمها غلط، انا بقول لبنتي: انتي مش عايشة في الدنيا عشان تساعديني، انتي مش مضطرة تعملي مجهود عشان احبك. انا بحبك من ساعة ما ربنا خلقك، وهفضل احبك طول ما انا عايشه في الدنيا، او يمكن بعد ما اسيب الدنيا. مهمتك في الدنيا مش انك تساعديني انا وتحققي لي طموحاتي انا اللي انا بنيها لك. انت مش مديونالي بحاجه، انا اللي مديونه للدنيا ان انت بنتي وسندي وفي حضني. ده انا اللي ربنا اكرمني قوي بالاحساس ده. علاقتنا بعيالنا وين وين يا جماعه، احنا بنكسب وهما كسبانين. مش معنى ان انا بتعب وبعمل مجهود عشانهم ان انا كسر عينهم. في فرق بين ان هي ممتنة للمجهود اللي انا بعمله فبتقدره، فبتخاف عليا لما اتعب، فبتطبطب عليا لما بعيط،
فمتبقاش عاوزة تزعلني، وبين ان انا كسر عينها، انا اللي ربيتك فلازم تاخدي كل القرارات اللي انا قلتلك انك تاخديها، لازم تدخلي الكليه اللي انا عايزاها، لازم تتجوزي الراجل اللي انا بقول عليه، لازم كل اختياراتك تبقى مبنيه على ان انت مديونالي انا. بعد فتره كسرة العين دي هتروح، وهتروح تعمل اللي هي عايزاه ومش هترجع لك تاني. في الاخر انا مش عايزاها تعمل لي حاجه عشان مكسور عينها، انا عايزه اللي تعمله بمنتهى الحب، من غير ما اقعد اذل فيها واقول لها ده انا عملت لك وسويت لك. عشان احنا بجد لو فكرنا هنلاقي ان احنا لينا حظ من الامومه، ولينا فرحه حصلت لنا واستفدنا زي ما هم استفادوا بالظبط. ده لو احنا عايزين علاقتنا حتى بنفسنا احنا تبقى علاقه صحيه. تخيلي حياتك لو ما كانش عندك طفل كنت تبقي عامله ازاي.